السلام عليكم. خبر وفاة المطرب الشاب أحمد عامر كان خبر صادم للجميع، خصوصا إن توفى فجأة وما كانش بيشتكي من أي حاجة. بس السؤال، إزاي شخص وشاب طبيعي يحصل له سكتة قلبية فجأة وقلبه يقف؟ وهل مفيش مقدمات؟ طيب في حالة أحمد عامر وطبقا للمقربين منه، قال إن هو كان طبيعي جدا وكويس خالص، لكنه قبلها بساعات ابتدى يحس بألم شديد في المعدة وحالة إعياء عام منعته حتى إنه يكمل شغله واضطر إنه ياخد أجازة. انا كلمته امبارح الساعه 3:34 دقيقه، مدير اعماله رد عليا قال له ده في المستشفى بس بطنه وجعاه شويه. كلمته الساعه 4:44 دقيقه، لقيته الله يرحمه. وهنا خليني اقول لك ان دي ما كانتش مجرد التهابات في المعده والم عادي، بل كانت بدايه لجلطه في القلب، خصوصا جلطه في الجدار السفلي من القلب، لان مكانه قريب نسبيا من فم المعده. وانا هنا مش جاي اقلقك، بس لازم نعرف نفرق بين الم المعده الحقيقي والم المعده اللي ممكن يدل على مشكله اكبر، لان في فرق كبير بين مجرد حموضه وجلطه في القلب. طيب افرق ازاي يا دكتور محمد؟ الالم الفعلي الناتج عن المعده بيزيد مع الاكل او بعد الاكل، وتحس بشعور حرقان بيطلع لفوق، وبيخف لما تاخد مضادات الحموضه او حتى تشرب ميه، مفيش معاها عرق او دوخه او خفقان في القلب. طيب الم المعده الناتج عن جلطه القلب بيبقى ملوش علاقه اولا بالاكل، بيجي حتى وانت صايم او نايم وما بيخفش بمضادات الحموضه، بيبقى معاه مشاكل في النفس ونهجان وعرق ودوخ. فانت اي وجع جديد وغريب في المعده خصوصا مع الاعراض الخطيره اللي ذكرناها، يفضل تتعامل معاها على انه الم في القلب، خصوصا في كبار السن ومرضى السكر والسيدات. رسم القلب متاح في كل حته ومش هيخسرك حاجه. وللاسف حاله احمد عامر مش الوحيده اللي حصلت او هتحصل بالشكل ده. على سبيل المثال عاوزك تدخل على فيسبوك وتكتب ازمه قلبيه مفاجاه وتعمل سيرش، هتلاقي كم الناس اللي بتتوفى كل يوم بأزمة قلبية مفاجأة، عدد لا يستهان به إطلاقا، ومنهم كتير شباب. طيب الجزء المهم، مين اللي يعمل فحوصات ويطمن على نفسه حتى لو ما عندوش أعراض؟ أول حاجة الناس اللي عندها تاريخ وراثي في العيلة الوفيات مفاجئة، خصوصا تحت ال50 سنة. وبقول الوفيات المفاجئة يعني ماتوا بدون سبب واضح، مش حوادث أو غيره. الناس اللي بيجيلهم دوخة فقدان في الوعي بشكل مفاجئ وبدون سبب واضح، يعني مش أذن داخلية مثلا. الرياضيين اللي بيحصل لهم إغماءات وخفقان مفاجئ، والناس اللي عندهم تشخيص سابق بضعف في عضلة القلب، ومرضى ارتفاع الكوليسترول الوراثي، ودول معظمهم بيبقى معروفين من صغرهم. والناس اللي عندها مشاكل في كهربية القلب زي حالات الركبان الأذيني. طيب الناس دي ممكن نعمل لهم اي سي جي اللي هو رسم القلب، وايكو لو نعمل لهم خريطة دهون ودهون ثلاثية، وجينيتك تيستنج فحص جينات، خصوصا للناس اللي عندها تاريخ للوفيات المفاجئة في العيلة. في النهاية وفاة الشاب أحمد عامر ربنا يرحمه موجعة جدا، لكن لعلها تكون سبب في توعية الناس بخطر الجلطات، وممكن تكون سبب في إنقاذ حد تاني. في النهاية دعواتكم لأحمد بالرحمة والمغفرة، وانشروا الفيديو لعل غيرك يستفيد. السلام عليكم.